ورد I may or not. أنا جوز الست يابا. ويلي 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 يابا. عيني عيني يا. ايه اختي حبيبتي انتي، ايه حكيت مع هادي انا ومشي الحال، واليوم رح يجي لعندي ويفهمني على الوراق اللي لازم تجهزهم غادا مشان الوظيفة. لك شو هالحكي اختي، شو هالحكي؟ حاجة بقى، انا لو عندي بنت مثل غادا ما حتكون اغلى منها. شو ها؟ ولا يهمك اطمني حبيبتي، لك لا تتشكريني حاجة بقى، ليش شو عملت واجبي انا. ما أحلاها وعاكة، ليش بتسترجي؟ كلمة هادي عندها ما بتصير تنتين، أنا هيك معلمته يطبع ضبع. لا يا اتشكرها، ليش؟ فشرت عينها، ليش هي شو عملت؟ غادة يا حصرتي اللي بدها تتعب، بدها تروح من مكتب لمكتب ومن دائرة لدائرة مشان تقدم وراء الثبوتية، شو عملت لحتى اتشكرها؟ لا لا اوعك لا تجي ولا تجيبي الحلوان، نحن بننتظر لحتى تقبض غادة اول راتب، ساعتها بتجيبي الحلوان ونتهنى باكله على مهلنا، شو صاير علينا؟ ايه ماشي مع السلامة. لك هلا ممكن تقولي لي ليش هيك عم تتصرفي مع اختي؟ إيه شو تصرفت مع اختي؟ ما تصرفتي شيء، بس الله لا يجعلك من النادمين. امين بجاه رب العالمين، التهي بشدتك انت. لا لا مالي نسيانه، لسه ما صار شيء. ان شاء الله اليوم العصريات بروح لعند ماجدة وبحكي معها. لا يا رجل انا ما بدي توصايب ربيع، خلاص طمن، ما راح يصير الا اللي بيريحكم. على عيني، الله معك، مع السلامة. انت ما كان لازم توعد ابو ربيع انك رح تأمن له الوظيفة بيوم واحد، لانه لو تأخرت عليه يوم تاني رح يزعل منك ويبلش يعمل لك تليفونات ويسألك شو صار معك. ومو بعيدة كمان اذا أمنت له الوظيفة بعد يومين ثلاثة رح ينطمز ويقول لك اخي روحت علينا اجار يومين ثلاثة. لكن لو قايل له بعد اسبوع وأمنت له الوظيفة بعد يومين رح ينبسط كتير منك ويضل يدعي لك طول العمر. تفضل تقبرني. الشغلة راح تنتهي مو محرزة، بيومين ثلاثة بتكون منتهية. العصريات ان شاء الله بروح لعند ماجدة على البيت وبحكي معها وبننهي الموضوع. شو نسيتي مين ماجدة هلا؟ ماجدة هلا مدير عام، وما حدا بيسترجي اذا قالت ايه يقول لا. ايه ان شاء الله بتقول ايه يا حق. الاكل مو مشكلة، امتى ما كان بتكورة الواحد. بس شلون بدي خليها تفتح لي موضوع العقوبة لا افتح لها موضوع الوظيفة؟ سلختني 3 اكوال، بلكي هالمرة بقدر مرر باص وجيب الطابة بالثمانية. ما رح يقدر. هذا هيدو هدهدي حبيبي. شو بدي؟ قوم اشرب القهوة. ما بدي اشربه. ايه على راحتك، بس بعد ساعة جايين لعندي رفقاتي سحروا ليلة مشان يباركولي، فبتفضل حضرتك انك تضلك قاعد بالأوضة وقافل الباب على حالك لحتى يروحوا، ولا بتحلك شي مشوار تتسلى فيه مع رفقاتك؟ لك شبك انت ما بتحسي فيي نهائيا، ما بتحسي فيي. فهمنا، اول عقوبه فرضتيها علي قلنا يا امر الله المدير السابق فارضها ما بتقدري تلغيها. العقوبه الثانيه لك ليش تفرضيها علي؟ لانكم خالفتوا التعليمات وبتستاهلوا العقوبه. بس كان فيكي تغضي نظر على الموضوع اكراما الي قدام رفقاتي وخلي الاستاذ شاكر يبلط البحر. ليش البحر بتبلط؟ وبيندهن كمان، لا تمسخري ماجدة. وصلت معي ها. ايه ما قلت لي حبيبي، شو قررت؟ رح تضلك قاعد هون بالأوضة ولا رح تطلع؟ رح ضل قاعد. معناتها بتقفل على حالك الباب منيح لحتى ما نزعجك بصواتنا، حاكم اصوات النسوان دائما عالي، بيحكوا كلياتهم مع بعض، ما بيعرفوا يحكوا وحده الا كلياتهم سوا. معناتها طالع انا. معناتها هلا بتكمل شرب القهوه وبتلبس ثيابك وبتطلع بتاكل لقمه لانك جوعان، بعدين بتروح بسرعه قبل ما يوصلوا دوبك تلحق. ماجدة امر حبيبي. انت وعدتيها لامي مشان الوظيفه تبع بنت اختها وانه انا اللي اخذ الاوراق الثبوتيه مشان هالموضوع. شو عرفك؟
الزقزوقة قالت لي. ايه ها، طالما الزقزوقة قالت لك ما كان لازم تسألني إنه أنت وعدتيها لأمي شيء، كان لازم تقلي ليش وعدتيها لأمي. شكرا على التصحيح المهم. ليش وعدتيها لأمي؟ فرضها حبيبي بقى. ما بدي افردها، أنا خلقتي هيك مجعلك خلقة. طيب لفة. شو علينا؟ لا عيب ما حلوة. اقعد لأحكي لك. تعال. شو بدي البس على عيد ميلادها لسوسن؟ ايوه، ما في غير الكنزه اللي استعرتها منه، لسه ما لبستها. هاي الكنزه وحليناها، هلا الهديه. ما في غير القنينه البرفان اللي اعطاني اياها بابا بعيد ميلادي. يلا هي بكل الاحوال ريحتها مو طيبه. حط حالك محلي، مدير عام جديد والمنشأة الاقتصادية اللي مستلمة خسرانة، وعندك عمال وموظفين أكثر بكثير من اللازم. بتقوم بتوظف وحدة جديدة لحتى الخسارة تكبر والمعمل يفشل ويقحطوا لك ويحطوا حدا محلك؟ أكيد لا. بعدين يا هادي يا حبيبي، أنا إذا بدي أوظف لك بنت خالتك رح تتمارس علي ضغوطات كثيرة من ناس، إذا بقول لهم لا رح ينبشوا لي موضوع بنت خالتك ويعملوا لي منه قصة وقضية، وأنا ما بقدر لبي كل الطلبات. عم تفهمني؟ طب ليش ما حكيتي هالحكي لأمي لما كانت عندك؟ يعني انت كثير كنت بتنبسط لو اجوا الموظفين لعندك وقالوا لك روح الحق امك ومرتك علقانين مع بعضهم واصواتهم عم تلعلع بكل المديريه؟ اكيد لا. معناتها محلوله. هلا انت حبيبي بتروح لعند امك وبكلمتين حلوين من لسانك الحلو بتحكي لك كل شيء، ولا تنسى تاخذ معك صحن حلو مشان كل ما تحكيها كلمه طعميها لقمه. ايه يلا حبيبي، يلا قوم روح لعندها والله يكون بعونك. أكلنا قول شويطة. قهوتك بردت، سويت لك غيرها مشان تشرب قبل ما تروح. تفضل. يسلموا ايديك. صحتين وهنا يا رب. باي، انا رايحه. وين رايحة؟ رايحه لعند رفيقتي سوسن، عيد ميلادها اليوم. وشو هذا اللي لابستيه؟ شو لابسه؟ كنزه وبنطلون. بهي الشرطوطة بدك تروحي؟ ما حلوه؟ لا مو قصة حلوة ولا بشعولة، لا بدك تنزعي سمعة بيت هدود انت، هيك بدك تطلعي؟ بس هاي اخر موضه وكل رفقاتي بيلبسوا مثلها. تضربي انت وهيك رفقات، روحي اشلحيها روحي. من لك هالكنزه؟ من وين جبتيها؟ ما اشتريتها، استعرتها من رفيقتي سوسن. ها اسمعي كلمة أبوك وروحي اشلحيها قوام. يلا دخيل الله شو عقلكم متخلف ورجعيه. بس ما حاضر رح اشلحها. خديها معك رجعيها لرفيقتك. شو هدول الاهل ما بيحترموا مشاعر بناتهم؟ قال شو كنزه محتشمه بدهم. بس مو ظابطه. هلا كمان بدي غير الجاكيت. شو رأيك تتركي الكوي وتروحي معي بس ترجعي بتكمليه؟ لا مو جاي على بالي اطلع برات البيت اليوم. يعني مشاني تعي معي. طيب انت من شو خايف؟ لك إذا فتنا نحن اثنين مو أحسن ما فوت أنا وحدي؟ يا حبيبي يا حبيبي، انت فايت من جهة المرأة بتفوت بلا مشورة، لو فايت من جهة الرجال حقك تستحي وتدق باب الدار. لك إن نتسلى أنا وياكي على الطريق. أنا اليوم مالي طالعة من البيت، قلبي حاسسني إنه ابني رامز بعد شوي بده يدق لي. على راحتك، جيب معي شي وأنا جاي. بدك شي؟ إيه الله يخلي لي إياك، شي نص كيلو حمص مشان العشاء. حاضر. هذا أكيد رامز. ألو ألو، أهلين تقبرني أهلين. شلونك ماما؟ شلون صحتك روحي؟ طمني عنك. لا نحن الحمد لله بخير. شلون شغلك يا مو؟
الحمد لله. ابوك منيح؟ لا بس هو هلا ماله هون، راح لعند اختك شوي. لا والله تقبرني، ما في حدا مريض، بس اشتاق لهم وراح يشق عليهم. إيه انا ما رحت معه لانه اليوم غسلت وعندي كوي كتير، قلت لحالي بكمل شغلي. يتقبر قلبي الهي، الله يخلي لي اياك. طيب يا ماما روح، الله معك. سلم لي على ابن عمك. ايه امي؟ يتقبرني، الله معك يا حبيبي. الحمد لله يا ربي اللي اطمأنيت عليه. يا رب يا رب تكون معه وتوفقه بشغله يا رب، وتجيب لي اياه بالسلامة يا رب. رضوان جيب لي التليفون. عمرك استاذ آدم. تفضل استاذ. يسلموا بالرود. مرحبا مجود. كيفك؟ ايه ابو المجد حبيب. هلا قيم تقميع الباميه من بين ايديك وحاكيني، خلي المدام تكملهم خلص. خيو انا كنت بدي مر لعندك على البيت نحكي لنا كلمتين، بس قلت ما رح نعرف نحكي عندك، نحكي هون احسن. لك هون انا بالكافتيريا اللي باخر الشارع تبعكم. ايه خلص اجل الجليات واسحاب حالك وتعال. لا تطول، لا خليها تسخن لك المي تبع الجليله بين ما ترجع. الله معه، مع السلامه. لك يا عميد اهلا وسهلا فيكم، ما تتصوروا قديش لكم وحشه، اشتقت لكم كثير كثير. لك يا عميد هلا. شو صحة كيفك مع التبولة؟ تمام تمام؟ تمام. شو احط لك معها؟ بس لو التبولة بكفي. لا لا والله عن جد. بركاية لازم تذوقيهم، طيبين كثير. تفضلي. يا عبي شو منك انت اللي عم تضيفي. يو ليش اول مرة بساويها؟ ليلى شو احط لك مع التبولة حبيبي؟ شوية تبولة مشان الله، انا ما كثير يعني. بس تبولة يعني؟ ايه بدك تذوقي البرك. لا قولي لك ليش عم تسألي؟ تفضلي. يسلموا ايديك يا ماجد. لك اهلا وسهلا بحالك، شو نحن غرب. يو شو عامله خروف محشي انا؟ لك تسلمي يا رب. يا ان شاء الله الف مبروك، عقبال الاعلى. الله يبارك فيكي والآيلة يا رب. بتعرفي ماجدة انت من اليوم ورايح لازمك شغالة ها. يو ولإيش الشغالة؟ شلون لايش؟ مشان تمسح وتجلي وتطبخ وتضيف الضيوف، ما بصير بعد ما صرتي مديرة عامة تشتغلي بالبيت. اسمعي هالحكي بالله، مديرة عامة بالشغل وبس، أما هون ست بيت، وست البيت ما بيعيبها إنه تشتغل بالبيت، لكن ليش اسمها ست بيت؟ يا ستي غلطانة، إيه أنا اللي ما بطلع شيء قدامك، صار عندي بدال الشغالة تنتين. أنت جوزك يخزي العين. ها؟ وهي دقيت لك على الخشب. حبيبتي ماجدة، هو ما في شيء من قيمتك يعني، بس اشتهيت لك هالهدية، إن شاء الله يا رب ألف مبروك. يا عيب الشوم، ليش هيك معذبة حالك؟ طيب في بيناتنا رسميات نحن؟ حبيبتي خاتم اشتهيت لك إياه، افتحي شوفي، إذا ما عجبك ببدل لك إياه. يسلم هالإيدين يا رب، خجلتيني هيك بس ها؟ لا عن جد. ولو. يا الله، عن جد ذوقك بجنة. هذا ألماس حقيقي ها، مو زيركون. ألماس حقيقي؟ ولي؟ معناتها غالي كتير. لا حبيبتي خدي خاتمك ويسلموا ايديكي. شبك ماجدة، الخاتم انشغل على اسمك يعني لإلك. ضروري تجيبي الماس، جيبي زيركون بيمشي الحال. لك يا حبيبتي الغالي للغالي يعني، معقولة انت هالحكي اللي انا اسفة كثير، سحر ما تزعلي مني، ما بقدر اقبل هيك هدية. اسمعي هالحكي. لا ماجدة ما حلوة منك، ما حلوة منك تخجليها، خدي والبسي يا الله. وريته الف مبروك. عن جد خجلتوني وحياة الله. لا يا ماجدة ان شاء الله يا رب الف مبروك. كثير معذبة حالك هيك، يسلموا هالايدين على كلها. اما انا يا ستي لا يحمل لا خواتم ذهب ولا الماس ولا حتى نحاس كمان. احسن شيء. عندي هالقنينة العطر، هداني اياها زوجي قبر قلبي من 4 سنين بعيد ميلادي. 4 سنين وما فتحتيها؟ لا والله ما نياله فتحتها. فيكي والله. صارت من نصيبك. يسلموا هالايدين، مقبولة منك، كلك ذوق. على فكرة ريحتها كثير حلوة. ماجدة كثير طيبين هالبركات، انت اللي عملتيهم؟ لا مو انا، جارتي حبيبة قلبي هي عملت لي اياهم. مو معقول شو طيبين على فكرة. لك صحة وهنا يا رب. على قلبك يا رب. تبولة عجبتكم؟ طيبة ايه يسلموا صحة ايديكي. والجاتو؟ طيبة صحة. تعبان يا ابو المجد، تعبان من قصتي مع مرتي. احكي لي، اوقيت افكارك بتعجبني. اوقيت بتعجبك بس؟ لا هو مو اوقيت، كل افكارك بتعجبني ودائما، باستثناء افكارك المتعلقه بعلاقتك مع زوجتك، تبع هي انه الرجل لازم يساعد مرته يجلي ويمسح ويقمع باميه وما بعرف شو.
الا ما يجي يوم وتعجبك بسيطه. يا سيدي من هون لهداك اليوم بيفرجها الله. المهم هلا لاقي لي حل لمشكلتي مع مرتي. اول شيء بتنسى موضوع العقوبه. مرتك ما غلطت لما عاقبتنا. وبالنسبه لغسان يحكي اللي بده اياه، فوته من هي الابن وطالعه من الابن الثاني، شو ما حكى. وبالنسبه للوظيفه، مرتك ما أنا غلطانه وقت ما بتوظف بنت خالتك، واكبر غلط تعمله انه توظف حدا بخصك او بخصها. اذا المشكله مع امك، ولازم تلاقي حل تدافع فيه عن مرتك قدام امك، وما تسمح لها تحكي اي كلمه غلط بحقها. يا امجد اجيت معك، اخي انا مقتنع بكل شيء قلته، بس شو بدي اقول لامي؟ الا الحقيقه ما بقدر. ليش؟ اولا انا مالي متعود الا لامي، لا. وثانيا انت ما بتعرفها منيح. اذا ماجده بتشعل لها اصابيع على العشره، امي ما بتقول لها شكرا. ما بالك اذا عرفت انه كنتها ما رضيت توظف لها بنت اختها بعد ما وعدتها، قولي شو بده يصير؟ شو بده يصير يعني؟ بتزعل لها شوي وبعدين ترضى. تزعل لها شوي؟ ليش بتنقضى بزعلة هي؟ شو بدها تساوي؟ بدها تضربكم؟ لك يا ريت تنقضى بالضرب. رح تموتكم؟ لك مو تموتنا يعني تقوصنا، بس بتموتنا ونحن طيبين. ابو الهد والله ما عم بفهم عليك. لك بكفي تغضب علي وتبطل تجي لعندي، ساعتها موتي احسن من عيشتي. لا تحمل الموضوع اكثر ما بيستاهل. صحيح الله سبحانه وتعالى امرنا بطاعه الوالدين، بس بما لا يغضب الله. وطلب امك من مرتك ومنك طلب غلط، والله سبحانه وتعالى ما راح يحاسبك بالاخره على هذا الغلط. يا سيدي الاخره ضمناها ان شاء الله، الدنيا شو بدي اسوي فيها؟ بتعرف شو معنى انه تزعل امي؟ بتعرف شو معنى انها تبطل تجي لعندي؟ ولا تغضب علي لا سمح الله؟ بتنغص حياتي كلها. انت عملت اللي عليك والباقي على الله. ونعم بالله. في نصيحه بدي لك اياها ويا ريت تطبقها. شو هي؟ حاول تخفف لي من هي المظاهر اللي بتعتبرها رجوليه قدام مرتك، وساعدها شوي بشغل البيت، يعني حياتكم بتصير اهنى واحلى. امجاد لا بقى تحاكيني كانك مندوب الاتحاد النسائي، قيمنا من موضوع مرتي وخلينا بموضوع امي هلا. بتعرف اجتني فكره ممكن تكسبك شويه وقت. لك شو هي؟ ايدي بزناره. روح لعند امك وقول لها دريت من الوزاره انه رح يفتتحوا قسم جديد عنا هون، والموظفين اللي رح يشتغلوا فيه رح يكونوا مبسوطين ومرتاحين ولهم تعويضات ماليه كثير كبيره. عرفت كيف؟ وماجده بتقترح انه تاجل توظيف بنت خالتك شوي لبينما يفتتح هذا القسم، وبعدين على الوعد يا كمو بتكون جوزت بنت خالتك ونسيت الوظيفه. لك فكره عظيمه، بتعرف هي اول مره بستفيد منك بشي شغله. ولو يا ابو الهد، هلا هذا اللي طلع معك بدل ما تشكرني على افكاري العبقريه. بصراحه بهي غلبتني. اعطيني بوسه من صندوق هالافكار ولو انه عم يطالع صدى. يلا سلام. مع السلامه. ومين بده يحاسب؟ شو العزيمه هي؟ رضوان. ماجدة ما خبرتك؟ لا ما خبرتيني. خير شو في؟ مديرنا العام توقف عن العمل، كله بسببك. يو بسببي انا؟ لك ايه بسببك انت. هلا مو انت يلي رفضت توقعي على استلام المحولات لانهم ما مطابقين للمواصفات المتعاقد عليها، ورحت اشتكيتي للوزير. مزبوط، بس شو صار بعد هيك؟ يا ستي المدير العام شكل لجنه جديده وحط رجاله فيها، من قبلت المحولات، واول ما انحطت بالخدمه انحرق نصها. وصل الخبر للوزير وفتح تحقيق رسمي ووقف المدير العام عن العمل، وهلا يا ست الرقابه رايحه جاي لعنا. ما هذا الشاطرين فيه، نستنى لحتى يوقع الفاس بالراس وبعدين بنفكر شو بدنا نساوي. طيب ليش ما شاله من وقت اللي رحت اشتكيت عليه اول مره؟ ليش استنى لحتى يعمل كل هالشغلات اللي عملها؟ يا ستي ساعات الوزير ما كان بيقدر يوقفه او يعزله، لانه مديرنا العام مدعوم دعمه قويه، لكن ما كان مرتكب هيك مخالفه كبيره، كان عم يفكر يرتكبها. لك ما هي المشكله، ننتظر القاتل ليعمل جريمته وبعدين بنحاكمه. ايه مزبوط، لكن كيف بدهم يحاكموا حدا قبل ما يرتكب جريمته؟ معناتها ما فهمتي شيء من اللي قلته. انا فهمت. ايه الحمد لله. دخليك وشو فهمتي؟ مين هاد؟ فكري بالجواب بين ما ارجع لك. ايه والله مو وقت هذه. ايوه مرحبا ماجدة. اهلين بابا. شلونك؟ الحمد لله بابا، مشتاقت لك. شو وينها ماما؟ ليش ما انا جاي معك؟ امك عم تستنى تليفون من اخوكي، قال شو قلبها قايل لانه اليوم بده يتصل. ايه تفضل بابا تفضل. شايفك لابسه، شو رايحه لشي محل؟ لا بابا مو رايحه محل، بس عندي رفقاتي جوا. هادي هون؟ لا مو هون، راح مشوار صغير وهلا بيرجع. فوت استنى. لا معلش برجع بعدين مرة ثانية. يو معقول توصل لهون وما تفوت؟ قلي بدك شي من هادي؟ لا معلش شغلة صغيرة كنت بدي اسأله عنها، بسأله عنها بعدين. معقول تفوت وما تشرب قهوة؟ معلش بابا بخاطرك. معقولة؟ بخاطرك. مع السلامة بابا، الله معك. سلم على ماما كثير. يو يا
ترى شو كان بده بابا من هادي؟ مو مشكلة، بعدين بعرف. ولي رفقاتي. يلا منيح يلي كانوا عندها رفقاتها وما فتحتها بالموضوع. بجوز بغير وقت يكون مزاجي رايق أكتر وتلبي لي طلبي فورا. ليش أنا خايف كل هالقد إنه انفتحتي لماجدة بموضوع وظيفة ربيع؟ معقولة ما تلبيني؟ لا لا، مو معقول. أنا أبوها، إذا إلي ما لبتني لمين لكان بدها تلبي؟ ما تبلى التصدير يا إلهي. أخ لو تعرفيها يا مو قديش ماجدة بتعزك وبتقدرك وبتحترمك. أول ما فتح عنا قسم جديد مباشرة تذكرتك وتذكرت بنت أختك. قلت لي بتعزني ما؟ إيه طبعا بتعزك طبعا. الله يعز مقدارها. امسكي يا مو، يلا دقي لبيت أختك وبشريون. لاحقين على البشارة. لك يا مو دقي الحديد وحامي امسكي. لك مو لحتى أقتنع بالأول أنا. ليش مالك مقتنعة؟ لا. يعني أنا عم بكذب عليكي يا مو؟ أنا ما قلت إنك عم تكذب. لو كانت مرتك بتحسب لنا حساب وبتعزنا وبتحبنا كانت حاولت تساعدنا ووظفت بنت خالتك بشي وظيفة بس لحتى يبلش راتبها، بعدين تقعدها بالبيت بين ما يفتح القسم الجديد، ساعتها بتنقل عليه. ليش فتحت تمك؟ قوم فورا روح لعند مرتك وإلا تنسى القسم الجديد. أنا رح أحكي مع خالتك بكرة وبشرها إنه غادة توظفت، وغادة معها بتدبر وراء الثبوتية على مهلها. شو صاير؟ بصراحة يا مو ماجدة ما رح تقدر توظف حدا عندها، لا هلا ولا بعدين. نعم نعم، شو قلت؟ قال ما بتقدر. قال لك هي مديرة عامة ولا طرطورة؟ مديرة عامة مو طرطورة. لأنه صارت هلأ مرتك مديرة عامة بلشت تشوف حالها علينا وما تسمع كلمتنا. لك يا مو الموضوع مو موضوع تشوف حالها، ولا الموضوع انه تخرج عن طاعة جوزها وبيت حماها. الموضوع يا أمي خلص ما بدي اسمع ولا كلمة. ها بنت خالتك إذا بكرة ما اتصنبعت ورا مكتبها بغضب عليك، لا أنت ابني ولا أنا أمك. الموضوع بيجي، الله يرضى عليك طول بالك. شلون تطول بالي يا بي؟ ما سمعت شو قالت؟ لك ابني كله حكي، في ام بتتبرى من ابنها؟ بس انا ما عملت شيء. بعرف انت تريك الموضوع علي وانا بلاقي لك حل. بوس ايدك لا تخليها تغضب علي. لك الله يرضى عليك ويكللك بالرضا. انفوخ بي، الله لا يحرمني من حنكك. انا مساء الخير. اهلين وسهلين ابو رامز، لك عندي بشاره. خير شو هي؟ انت طلعت من هون ورامز اتصل من هون. يعني قلبك ما كذب عليكي، شلونه؟ الحمد لله مبسوط وصحته منيحه وشغله منيح وعلاقته مع ابن عمه بتاخذ العقل، وسالني عنك وطمنته عليك. يعني ارتاح بالك؟ ايه الحمد لله. الحمد لله. شبك ابو رامز؟ راجع من عند بنتك ام كنه متخانق انت وحدا؟ حاكتك شي كلمه ماجده زعجتك فيها؟ لا مالي متخانق مع حدا. طيب شو صار بينك وبينها؟ امتى بدها توظف ربيع؟ ما فتحت لها سيرة الوظيفة. يو شو خفت ما تلبي لك طلبك؟ لك مو قصة خفت، بس كان عندها رفقاتها، قلت أجل الموضوع لبكرة. الله يصلحك، ما قلت لك وعدوا لأبو ربيع بعد جمعة جمعتين؟ ما سمعت كلمتي. اليوم بكرة ما راح تفرق كتير، هو نهار واحد. قومي حطي لي عشاء. جبت معك حمص تقبرني؟ نسيت. شو أبو رامز؟ مالك بالعادة تنسى طلباتي تقبرني؟ شو الموضوع؟ وهالمرة نسيت، شو يعني خربت الدنيا؟ ايه على عيني وراسي، قايمة حط لك عشاء لا تزعل. ام رامز معها حق، كان لازم اوعده لابو ربيع لبعد اسبوع، واذا زبطت الشغله قبل بينبسط اكثر. لك شلون بيقولوا النسوان بنص عقل؟ حلوة كانت الحفلة مو هيك؟ حلوة لأنك كنت فيها. عم تحكي جد؟ طبعا. طيب ليش ما رقصت معي؟ أنا ما بعرف أرقص. مو مشكلة، الحفلة الجاي بعلمك. يا ريت تهتمي شوي بدروسك وتأجلي الحفلات لبعد الفحص. خايفة علي؟ إيه. إذا خايف كتير لازم تدرسني وتتعب علي.
على عيني. طولت بس ما عند رفيقتها. هلا بس ترجع بورجيها. هاي مام. هاي مام، وينك لهلا؟ شو ويني لهلا؟ لسه الساعة 10. نعم. شو تفضلتي يا خانو؟ أنا ما عندي بنات يضلوا برات البيت للساعة 10، عم تفهمي؟ إيه بس 10 مو كتير. لا حبيبتي كتير. انت لما كنتي بعمري ما كنت تأخري للساعة 10؟ ما كنت أتأخر للساعة 10. ايه معناته الزمن تغير، انت على دورك شيء، نحن على دورنا شيء تاني. مزبوط حكيك، الزمن تغير بس الترباية والأخلاق ما تغيروا. تفضلي فوتي اشلحي ثيابك ودرسي لك كلمتين، ولا أقول لك تاني مرة وقت اللي بدك تروحي مشوار تجي لعندي وبتخبريني قبل وبتنتظري موافقتي، يا بقول لك ايه يا بقول لك لا، مو بتطلعي لابسة وجاهزة وبتقولي لي باي مامي أنا رايحة. عم تفهمي؟ يلا لأوضتك، يلا درسي منيحة. حما شو هالجيل هاد؟ اي والله نحن ما كنا هيك. أهلين هادي، شو صار معك مع أمك؟ قولي على بعضي، شو بو هاد كمان؟ لك مو بدي لاقيها منه ولا من بنته؟ لفوت رتب الجو قبل ما ينشف. لك يا حياة، يا عيوني، يا قلبي، طولي بالك واستهدي بالرحمن. يعني ما حلوة تغضبي على الولد مشان شغلة بلا طعمة، حرام عليكي. لك مو حرام يكذب على امه؟ شو طفله صغيره انا قدها. الحق معك، هو ما لازم كان يكذب عليكي، بس صدقيني كذبته بيضة وما كان بيقصد منها الا الخير. هو شو قال لحاله؟ ما بدي اكسر بخاطر امي وخجلها واقول ما قدرت اوظف لها بنت اختها. مهل الموضوع شوي، قال لحاله بهالكم يوم بركي بتفرج، يعني بعدين بيقدر يوظف بنت خالته. على قولة من عامود لعامود بيفرج الرب المعبود. اذا كان هذا اللي مضايقك هلا بتصل فيه بالتليفون بجيبه بخليه يبوس ايدك ورجلك وراسك، منيح هيك. لا بدي يعتذر مني ولا اعتذر منه، ولا يجي لعندي ولا اشوفه ولا يشوفني، فهمت؟ اسمعي يا ام هادي، بدي اقول لك كلمتين تعلقيهم حلق باذنيكي. صحيح رب العالمين طعمنا اولاد وعليهم انه يطيعونا ويكرمونا ويسمعوا كلامنا، بس كمان علينا نحن انه نرعاهم ونحبهم ونسامحهم اذا غلطوا، لان الله غفور رحيم. بس يعترف بغلطه يجي بسامحه. بعدين قصة هي الكذب وما الكذب كلها قشور، بدنا لب الموضوع. لب الموضوع، انت زعلانة من ابنك لانه ما قدر يوظف بنت اختك. ابنك ما بيطلع بايده، بعدين الشغله مو بايده، بايد مرته، واذا كان لازم تزعلي ما لازم تزعلي منه، بتزعلي من كنتك. شو دخله هو بالموضوع؟ بالله شو جوزها هاد وبيقرف رقبتها تخدمنا هالخدمه، بس هو ما بده يضرب من بين الرجال اذا بيعرف معناتها الرجوليه. لا ام هادي، انت كثير هيك زودتيها. انت ما بيحق لك يكون بعلمك تزعلي منها لماجده. ماجده صعيب مديره، بس ما بيطلع بايدها تشيل وتحط على كيفها. اذا ما اجاها ترشيح من مكتب التوظيف ما بتقدر توظف حدا. وديع لا تجنني، بنت اختك شلون توظفت لكان بدون لا دور ولا مور ولا ترشيح ولا مرشيح؟ بتقدر تقلي شلون؟ لا خليك ساكت لك. سكتت. هذا اللي صار. أنا كثير آسفة حبيبي إني كنت أنا سبب الخلاف بينك وبين أمك، بس صدقني أنا ماني قدرانة أساعدك بشيء، أنت بتعرف كل شيء. بعرف. على كل لا تاكل هم بنوبها، ما في أم بالعالم تغضب على ابنها، ممكن تزعل منه إيه، أما تغضب عليه أبداً، والزعل بيروح بسرعة، بكرة لحالها بترضى. آخ تحكي يا ماجدة وأنت ما بتعرفي أمي منيح. أمي يا خانم مو من النوع اللي بيرضى بسهولة. بتحب احكي معها انا والا انه انت حاولت معي كثير مشان وظيفه بنت خالتك وانه انا ما قبلت، واشرح لها ليش ما قبلت؟ لا ما في داعي. اذا خايف انه هي تزعل مني انا ما عندي مشكله، المهم انت ترضى وهي ترضى عليك. انا ما عندي مشكله انه تزعل مني، عندي مشكله اذا زعلت منك. ثم يا خانم مين قال لك انه امي مو مزعوجه منك؟ مني انا؟ هي قالت لا. هي ما قالت لي، بس الشغله مبينه، وعدتيها بوظيفه لبنت اختها وخلفتي معها بالموعد. ما كان بايدي اعمل شيء، انت بتعرف كل شيء. هادي هلا يميني من السيله، راسي عم يجعني. سلامتك، رح اعمل لك كاسه زهورات. ايه اكلنا جول.
ما قلت لك ما عاد تفتح لي الباب؟ انا اسف مدام، اخر مره. شو هذه؟ ما بدك تطلع؟ ايه يلا. شو ما يربيك يعني انا ما بفتح لي الباب؟ مو انا جوز قصدي المدام بتكون عم بمزح مع اطلاق. ايه مشهود، شو غدانا اليوم؟ اليوم؟ ايه اليوم ولا العالم ما بيتغدوا ليكون يوم الجوع العالمي اليوم؟ شوف حبيبي، هو انا كنت ناويه امبارح اطبخ طبخه جديده، بس ما خلتني. قال شو؟ جاي على بالها فراريج مشويه، هلا ونحن راجعين من الشغل بنجيبهم. ايه؟ اوه علينا مشهودي، انا ما بحب الفراريج. هلا بنناقش الموضوع بالبيت، ما حننفع على قدام الشوفير. ايه ايه مشهودة؟ ايه حبيبي؟ مشان بسمة عم تتشنطط من البيت للمدرسة ومن المدرسة للبيت، ليش ما بناخذها معنا الصباح وبعد الظهر بتبعتي لها سيارة تجيبها؟ لا حبيبي الله يخليك، أنا ماني حابة أعودها العادة بنوم، بعدين ما بدي اياها تحس إنها بنت مسؤول، مشان ما تشوف حالها على رفقاتها وتنفسد أخلاقها. الله يخليك. أنا مو دابحني غير ديمقراطيتك هي، بس ما راح أحكي شيء هلا قدام الشوفير، ما حلوة يسمع صوتنا. إيه أحسن. احترامي سيادة المديرة، احترامي جوز الست المحترم. إن شاء الله بحترمك يا أبو عبدو. يحترمني؟ ليش شو سويت؟ يا حصرتي عليك يا واوية على هالعلقة. الله يهز بدنك يا أبو عبدو مثل ما هزيت بدني، قال الكلب بده يوجبني بيقول لي جوز الست. الحق علي أنا. كنت عم فوت من باب الموظفين وماشي حالي، شو اللي ضرب على قلبي وخلاني فوت من باب المديرة؟ لأني دب. صباح الخير ابو الهد. أهلين. طمني شو صار معك امبارح؟ يا ريتني ما سمعت نصيحتك. ليش؟ بعدين بحكي لك. شو بدك تحكي له؟ خلص بعدين بحكي لك. تفضل. الدكتور موجود؟ لسه ما اجا. وامتى بده يجي؟ شو بدك منه؟ أنا موظفة جديدة وبدي إياه بموضوع خاص شوي، بطول ليجي؟ ما رح يجي ليفحص كل المرضى اللي عنده، هنيك عنده بالعيادة الخاصة بياخذ أجرة فحص المريض الواحد 200 ليرة، هون بالشهر كله بياخذ 2400 ليرة. بس لكن شو مفكرة؟ مفكرة 24,000. قال 24,000 قال. طيب إذا شغله مع العيادات الخاصة أحسن له، ليش يعني لا يتعاقد مع شركات القطاع العام؟ لأنه بحصة بتسند جرة. طيبة. صب لك كاسة؟ طيبة. إيه على عيني وراسي. وهاي أحلى كاسة شاي. أهلا وسهلا. تفضلي. يسلموا. يديكي صحتين وهنا. فعلا طيبة. أنسة غدير، هلا أنسة عتاب ما لازم تداوم اليوم، هي أخذت إجازة يومي، يعني عن امبارح وأولت امبارح وإجازتها خلصت اليوم. ايه مزبوط عم تحكي. لكن ليش ما اجت على الدوام اليوم؟ هلا بس تجي بعرف شغلي معها. ما رح تقدري تحكي معها ولا كلمة. وليش بقى؟ لأنه الأنسة عتاب ما رح تضل عندك هون، حبيبتي هي وحدة مدعومة، مو مثل حكاياتنا أنا وهبة، بنسمع كلمتك من تمساكة تروحوا روحوا تعوا. ليكي يا أنسة ديما، أنا إلي 25 سنة بهذه المؤسسة. لما بيكون الموظف ما تابع للقسم تبعي أنا مالي شغل معه، بس لما بيكون بهذا القسم فهو مسؤوليتي أنا، وبده يسمع كلمتي أنا وياخذ التعليمات مني أنا.
فهمتي، بكره بنشوف. وشلون بده يعيش هذا ب 2400 ليره بالشهر بس؟ اي والله حرام. دكتور مو موظف رسمي، عنده عياده خاصه بيترزق من وراها. طيب ليش ما بيوظفوه وبيعطوه راتب مثل الخلق والعالم؟ والله حرام. اذا بدهم يوظفوه بدهم يلزموه بدوام كامل، هن هو مو بحاجته غير ساعتين بالنهار. ايه بس هذا مو عدل. شو رايك نساعده شوي؟ والله حرام. وشلون بدنا نساعده؟ منلم له لمه من المرضى يلي بيجوا لعنده مشان يعاينهم. والله حرام. شلون بدنا نلم له لمه؟ يعني بناخذ من كل مريض بيجي لعنده لحتى يعاينه 10 ليرات سوري بس، هيك بنكون لمينا له 200 ليره باليوم بيساعدوه. والله حرام. لك انت شو عم تخرفي؟ قومي 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 على شغلك، بس يجي الدكتور بترجعي. بس لا اشرب كاسه الشاي. طيبه؟ طيبه. مرحبا ابو جابر. اهلا ابو حميد. خذ دبر لي وصفه مرتبه. على عيني وراسي تكرم. بدي اياها مرتبه، مو مثل المره الماضيه ما طلعت اكثر من 800 ليره. والله شوف هي حسب دسامه الدفتر. ماشي روح ارجع بعد ساعه. امنت فيك. الامان بالله، روح تيسر. ماشي. مرحبا ابو جابر. اهلين اهلين انسي نسرين، اهلين باحلى موظفه بهالمديريه. ابو جابر الك ولا للديب؟ خسيت انا، خست ديب. قولي لي شو بدك وصفه؟ لا بدي اجازه مرضيه، خاصه اجازاتي العاديه وبدي اسافر احضر عرس بنت خالتي. ايه على عيني وراسي، على عيني وراسي تكرم. بكفي اسبوع؟ 4 ايام بكفوا. هل بكفوا؟ هو كريم وانت بتستاهلي، خليهم اسبوع. ما بتعرفي شو بجد معك. انت ناقطينا بسكوتي. ايه انسي نسرين شو قلتي؟ يلا خليها اسبوع. منيح اللي وافقتي. ما قلت لك نقطينا بسكوتك؟ قومي روحي عنا، روحي هاتي كاس الشاي، هاتي كاس الشاي، روحي عنا بس يجي الدكتور بترجعي. معك حق، القعدة هون مضيعة على الوقت. بس يجي الدكتور قل له يتصل بمدام سماح وهي بتخبرني. مين هي المدام سماح؟ سكرتيرة المديرة العامة. وانت شو علاقتك فيها؟ أنا المديرة العامة. ولي راحت علي وعلى الدكتور. ابو جابر انا ما عاد بدي اجازه بخاطري. بلاها نرجع له مصريات زمان بلا مين بدي احكي. انا رضيان عليك، منشان هيك رح ارشحك لتستلم منصب مدير عام. حاجتك بقى نائب مدير تختخت بهالمنصب. راحوا 3 مدراء عامين وانت لساتك قاعد على هالكرسي. بيصير هيك يا رجل. حاجه بقى صار لازم تغيروا عتق خشبه، ما عاد يحمل. يا سيدي أنا أول ما تعينت هاي المديرة قلت لحالي مستحيل السيد الوزير المشهور بحكمته وذكاء وبعد نظره إنه يوافق على تعيينها، وقلت إلا ما يجي اليوم ويحط فيه الرجل المناسب في المكان المناسب. النسوان سيدي هدول النسوان مو خرجوا غير يقعدوا بالمطبخ على طبخ ونفخ وجلس حون. يعني بفهم من هالشيء انه انت ما تقبلت انه تكون ماجدة مديرة عامة عليكم؟ يا سيدي في رجال بيحترم حاله بيتقبل انه تكون رئيسته مرة مهما كانت فهمانة ولبقة. انا ما بتقبل هالشيء. بسيطة، انا رح اريحك منها، رح اساويك مدير عام. وتأكدوا يا سيدي انكم اتخذتوا القرار الصحيح وانه ثقتكم فيي بمحلها، والله يقدرني يكون عند حسن ظنكم. عندنا منشأة اقتصادية صغيرة بالمالكية، صايرة على حدود بأقصى الشمال الشرقي. معروفة سيدي معروفة. هالمنشأة الاقتصادية عم تعاني من سوء الإدارة وعم تسبب لي وجع راس كتير. المدير العام تبعها مو عم يتفق مع معاونه وعلى طول عم يتناقروا مع بعضهم. يا سيدي بسيطة، شوفوا الحق على مين واعزلوه من منصبه. هو إذا جيت للحق، الحق على معاون المدير، لأنه مو عم يتقبل فكرة شخص أصغر منه يكون مدير عام عليه. بس معاون مدير العام مدعوم وما بدي ازعل اللي داعمينه. منشان هيك قررت اقترح عزل المدير العام ورشحك انت بداله. الف مبروك. نعم شو تفضلتوا سيدي؟ عم بارك لك بالمنصب الجديد. وين؟ بالمالكية ومنشأة اقتصادية صغيرة؟ مو اريح لك من الشام ومشاكل الشام ووسايط الشام. يلا جهز لي حالك لانه خلال اسبوع رح يصدر قرارك. لا دخيلكم سيدي. شو في؟ ما بدي هالمنصب، أنا مرتاح بمنصبي. إيه بس أنا بحاجة إلك لتحل لي الخلاف بين المدير العام ومعاونه. بحله سيدي بحله.
اكيد؟ اكيد سيدي. يعني راح تقدر تقنع معاون المدير بانه يقبل فكره المدير العام يكون اصغر منه سنا؟ راح خليه يقتنع حتى لو كان قد ابنه. ليش قد ابنه؟ قد حفيده سيدي. اذا كان هيك راح اخلي كل شيء على حاله. اما اذا ما قدرت تقنعه والامور ما تصلحت بين المدير العام ومعاونه، ترى بدك تضطر تقبل منصبك بجديد. خلص سيدي لا تهكلوا هم، الامور بيناتهم رح تكون مثل السمنه والعسل. انا بوعدكم سيدي. ماشي، انا بانتظار مساعيك الحميده. بتريدوا مني شيء ثاني سيدي؟ لا. تسمحوا لي ارجع لمكتبي؟ وليش مستعجل؟ عود اشرب القهوه بالاول وبعدين بتروح. ما بدي قهوه، ما بدي قهوه، القهوه بترفع لي ضغطي سيدي، وعندي معاملات مستعجله اليوم لازم اخلصها. لا اذا كان هيك الشغل اهم من القهوه. تفضل مع السلامه. خاطرك سيدي، خاطرك. أهلين دكتور، تفضل. شكرا. كيفك دكتور؟ الحمد لله. الحمد لله. إن شاء الله هالموظفين وهالعمال ما عم بيعذبوك. ستي ماشي الحال، تعودنا عليهم. الله يعطيك العافية يا رب. الله يعافيك. مريت لعندك اليوم ما لقيتك. أنا آسف، كان في عندي حالة إسعاف بالعيادة، مشان هيك تأخرت. فخير شو بدك مني؟ كنت بدي رجع لك الوصفة يلي بعثت لي إياها. ليش بدك ترجعيها؟ يعني مكتر لي الأدوية شوي، وأنا معدتي بتوجعني. ما بقدر آخذ 7 أدوية مع بعض. هو معك حق، كتر الأدوية بتضر يعني. دكتور أنت هيك عادة بتكتب وصفات وبتوزعها على العمال وعلى الموظفين بدون ما تفحصهم؟ لا مدام، بفحصهم شلون ما أفحصهم، بس بالنسبة لحضرتك يعني. مو بس أنا دكتور، في موظفين عم ياخذوا من عندك وصفات من دون ما يكونوا مرضانين ومن عدم ما تفحصهم. هو وصفات مو طبيعية، كل وصفة فوق 1000 ليرة. هو ما بيخلى الأمر يعني، بس هدول الوصفات اللي حضرتك عم تحكي عنهم قلال كتير، ولناس ما بقدر أقول لهم لا. لا يا دكتور لا، حضرتك إنسان مثقف وبتحمل رسالة سامية والمفروض تكون قدوة، وما تسمح لأي إنسان أنه يضغط عليك أو يفرض عليك أي شيء أنت مانك مقتنع فيه. معك حق. بتمنى من هلأ ورايح إني ما أسمع أبداً إنك كتبت وصفة لشخص غير مريض ومن عدم ما تفحصه. إن شاء الله. في سؤال تاني بدي أسألك إياه. تفضلي. صحيح مرض الآنسة عتاب بيعدي؟ ليش الآنسة عتاب مريضة؟ والله ما بعرف. حضرتك اللي فحصتها وكتبت لها وصفة وعطيتها استراحة لكم يوم. الآنسة عتاب اجت لعندي وقالت لي إنه ظهرها عم يجعها. يعني مرضها ما بيعدي؟ لا ما بيعدي. شو معها يا ترى، ديسك؟ لا هي مو ديسك بشكل صريح، كان معها تشنج عضلات. تشنج عضلات؟ نعم. بس حضرتك يا دكتور كاتب لها بالاستراحة التهاب قصبات، وهي نسخة عن الاستراحة. تفضل. بيظهر اني خربطت بينها وبين مريضة تانية، اجت لعندي ظهرها عم يجعها، بس بالنسبة للأنسة عتاب مرضها ما بيعدي. دكتور ما رح اخذ واعطي معك اكثر من هيك، بعتقد انك فهمان علي منيح شو بقصد. بتمنى هالحادثة ما عاد تتكرر لحتى ما اضطر اخذ بحقك اجراء تاني. حاضر. وهذا ابو جابر اللي عندك رح اغير لك اياه وابعث لك واحد بداله. يلي بتشوفيه حضرتك مدام. تفضل لشغلك. شكرا. خربانة. استاذ شاكر شو صار معك عن سيادة الوزير؟ عرض علي منصب المدير العام بس أنا رفضت. وليش رفضت؟ ما انت بتعرف رأيي بالموضوع. مزبوط. أبوك كان يقول لك لا تكن رأسا فالرأس كثير الأوجاع. اللي لشوف أكيد الوزير سألك عن المديرة العامة ما هيك؟ قلت له لسه ما شفنا خيرة من شرها، شو بدي أقول له يعني؟ تعرف أستاذ شو صار بغيابك؟ أستاذ موفق، نعم. أروح على مكتبك بعدين تحكي لي السيد الوزير طلب مني بعض الكشوفات جهز له إياهم. الله معك. حاضر. وسكر الباب منيح وراك. حاضر.
أكيد الحرباية ماجدة نظمي اشتكت للوزير عني وخبرته إنها دعتني لحضور الاجتماعات وأنا رفضت. بسيطة يا نظوم، بسيطة. إذا ما بخليك تطقي وتموتي ما بكون أنا شاكر. لا اتصلي بأبو عامر.